بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي أحبتي. ان شاء الله تكونوا جميعا بخير وعلى خير وافضل حال. كيف ما تلاحظوا عندنا نقدم لكم واحد الكونفيتير مربى المشمش تيجي روعه ما شاء الله بطريقه الاحتفاظ به بمده سنه بدون فريزر وبدون ثلاجه يعني، وبدون مواد حافظه كذلك، ومع طريقه مبسطه للتحضير ومذاق روعه ما شاء الله لا قوه الا بالله. ولا طبعا عجبكم ان شاء الله الفيديو كيف ما تلاحظوا من الشكل ديالو. جربوا ان شاء الله وما غتخسروا حتى شي حاجه، وان شاء الله تحتفظوا به لمده عام بدون ما يخسر. وطبعا الا عجبتكم الوصفه ما تنساوش تتبعوا الفيديو حتى الاخر. ومشاهده طيبه وفي امان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كأول مرحله ديال المربى ديالنا عندنا واحد المقادير، عندنا تقريبا 2 كيلو ديال المشمش اللي تاخذوه نتوما، ممكن يكون طايب شويه هكذا ماشي مشكله. المهم 2 كيلو ديال المشمش. عندنا كيلو ديال السكر الخشن، يعني بهذا الكاس باش عبرت، هذا الكاس فيه 100 غرام، عبرت 10 د الكيسان تقريبا كيلو، يعني 1000 غرام ديال السكر الخشن. وممكن نتوما تستعملوا اقل او اكثر على حسب الذوق ديالكم. هنا عندي 2 كيلو كيف ما قلت ديال المشمش، وعندي كيلو ديال السكر الخشن. وغنجيب واحد الاناء اللي غنحطو فيه ان شاء الله كأول مرحله. هذا الاناء فاش غنطيبو غنحاول ندير فيه واحد الطبقه ديال المشمش، نحاول ننزع عليه النواه. بسم الله الرحمن الرحيم. غنحاول نحط واحد الطبقه ديال المشمش، وطبعا هاد العظومه غنحتفظوا بهم غنحتاجوهم. غنحاول نحط طبقه ديال المشمش وندير طبقه ديال السكر. كيف ما تلاحظوا بعد ما استفت واحد الطبقه ديال المشمش غنحاول ندير عليها واحد الطبقه ديال السكر. بسم الله. هنا درت عليها طبقه ديال السكر، غنعاود ندير عليها طبقه اخرى ديال المشمش نفس الطريقه. هنا كيف ما تلاحظوا درت فريشه اخرى ديال المشمش، انا غنعاود نزيد فريشه اخرى ديال السكر. بسم الله. كيف ما تلاحظوا غنعاود ندير طبقه اخرى ديال المشمش، وكذلك عاود السكر حتى نسالي الكميه اللي عندي ديال المشماش والسكر، ونرجع معكم ان شاء الله. هنا بعد ما درت فيه السكر غنغطيه بشي بلاستيك غذائي. وطبعا هاد العظومه اللي بقاو لنا، العظومه ديال المشماش ما ترميوهمش، هادو غنحتاجهم ان شاء الله الصباح نديرهم في الكونفيتور. المهم غنوريكم الطريقه شنو غنديروا بهم. اي واحد الكونتيتي ديالهم ماشي كله، ولكن حتى هما تحتاجوا شحال من حاجه يعني ما ترميوهمش. نحاول نغطيه ببلاستيك غذائي، ونحاول نغطيه جيدا باش ما يدخلوليش الحشرات، ونغطيه بالغطاء ديالو ونخليه ان شاء الله في شي بلاصه، ماشي ضروري الثلاجه، يكون غير في شي بلاصه مدرقه من الحشرات، ما يكونش فيها اللي يدوز على الحشرات ان شاء الله. ونخليوها الصباح ان شاء الله تطلق هذيك السيرو ديالو السكر ديالها ان شاء الله، ونرجع باش نوجدو معكم نطيبوه ونضيفوا اضافات عندي اخرى، وان شاء الله نوجدو باذن الله. خليكم معايا ما تمشيوش ليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الكونفيتير ديالنا بعد ما بات ليله كامله، انا غنعريه قدامكم باش تشوفوا، باش نشوفوا الخطوه الاخرى اللي غنبداو فيها ان شاء الله. بسم الله. هو هذا كيف ما تلاحظوا هو طلق الماء ديالو، هانتوما كيف ما تلاحظوا طلق السيرو ديالو، داك السكر كله داب. حركته غير شويه بالليل، الا حركته وصافي خليته هو داب. دابا غنحاول نحركو جيدا مره اخرى حيت فيه شويه السكر لتحت، واخا دايب باقي شويه ثقيل. شنو غنضيف عليه؟ غنضيف عليه عصير حامضه تكون متوسطه ما تكونش كبيره بزاف، حيت هو اصلا مشماش حامض شويه. غنضيف عليه واحد 10 الحبات ديال اللوز ديال المشماش. هاد العظومه هرستهم، خديت الحبات ديال اللوز سلقتهم شويه وحيت لهم القشره، ممكن تقشروهم بلا ما تسلقوهم. هذه واحد لاستيف تدير اختي تيجي لها الكونفيتير تيجي غزال رائع، وان شاء الله غتجربوا. هذه طريقه حصريه على اليوتيوب ما شفت شي وحده دارتها صراحه. تديرها الاخت ديالي ما شاء الله، الله يحفظها لي ويبارك ليها وصحتها وفي وليداتها. هادو 10 الحبات كيف ما قلت ديال اللوز هرستهم وقشرتهم، غنضيفهم حتى هما كذلك. وهادو ضفتهم، هادو اختياريين، ممكن تضيفهم ما تضيفهمش. 10 حتى 12 حبه تقريبا حتى هما ديال العظام ديال المشماش. والحامض طبعا
هادشي غنغدو فوق النار مهيله ان شاء الله، ولا اقل من المتوسطه، وما غنحرقو. وفاش يبدا فيها الغوا تكون فيها ديك الغوا غنرجع معكم ان شاء الله باش نبداو نزولوها شويه بشويه تيوجد معنا الكونفيتور ديالنا، ونشوفوا تتمه الوصفه ان شاء الله معكم باذن الله. انا غنغدا دابا فوق النار ونخليها ان شاء الله تبدا تكون فيها الكشكوشه ونرجع معكم. هنا كيف ما تلاحظوا الكونفيتور ديالنا مشماش ديالنا هو تيطيب. الا لاحظتوا هاد الكشكوشه بدات تطلع نحاولوا نبقاو نزولوها، باش ما تطلع نحاولوا نزولوها حتى ما تبقاش تبان لينا، ونخليوه يطيب على خاطر. دابا انا دايره على نار مهيله، نتوما كيف ما تلاحظوا هاد الكشكوشه كلها نحاول نزولها، نبقى نحيدها حتى نحيدها كلها حتى ما تبقاش تبان لي، يبدا يغلى وما تبانليش الكشكوش. وصافي ان شاء الله نخليوه يطيب. فاش يطيب غنوريكم ان شاء الله كيفاش طاب وكيفاش غنحتفظ به وكيفاش غنعقم القرع اللي غنحط فيه، وغنخليه ان شاء الله على برا الثلاجه، ما غنديروش في الثلاجه، غيبقى على برا الثلاجه اكثر من عام ان شاء الله، ولا مده عام وما فوق، بلا ما يضيع بلا حتى شي حاجه بهذه الطريقه هذه ان شاء الله باذن الله. هي هاد الكشكوشه نبقاو نزولها كيف ما لاحظتوني تنحيدها باش ما تيغلى، تنحاول نحيد ليه هاد الكشكوشه هادي حتى ما تبقاش تبان ليكم. صافي وتخليوه دغيا يطيب. فاش يطيب ان شاء الله نرجع معكم باش نوريكم كيفاش انا واش تنطحنو، كيفاش تنطحنو. اللي بغى يخليها كوكس فاين يخليه صاين، المهم انا تنفضل نطحنو شويه. المهم فاش يطيب نرجع معكم باش نكملوا الوصفه ان شاء الله، والطريقه كامله ان شاء الله باذن الله، باش ما نطولش عليكم الفيديو. هذا هو الشكل ديال الكونفيتير ديالنا ديال المشماش، هاكا تيجي ما شاء الله لا قوه الا بالله، تيجي ما شاء الله خاطر. نتوما تيبان لكم شويه جاغي لكن هو سخون مازال. هذا هو القياس اللي بغيتو انا، حيت بغيتو انا مازال غنطحنو، بغيتو هاد التكستور ديالو يكون هكذا، ما بغيتوش ثقيل بزاف. عندكم ثلاثه طرق بالنسبه لكم. بتخليوه صاين، تحيدوا دوك حبات اللوز اللي حطينا فيه وحبات اللوز، لذلك لازم تحسبوهم من الاول. تاخدوا مغرفه ديال العود وتحاولوا تمعسوه به بقطراف هكاك على حسب الناس اللي تيبغيو يبقى طرف. والطريقه الثانيه ممكن تاخدوا الميكسور وتميكسيوه على حسب القياس اللي بغيتو نتوما، يكون مطحون بزاف ولا يكون شويه. والطريقه الثالثه كذلك هو طحنوه بطحانات مطيشه المتوسطه رقيقه ولا غليظه. انا غنطحنوه بالطحانه المتوسطه، لكن لازم تحيدوا العظومه واللوز وطحنوه بهذيك الطحانه ديال المطيشه، وتغدوا دوك اللوزات كذلك الا بغيتوهم تيجيو مزيان وتيبقاو تحافظوا على المشماش ديالنا على الكونفيتور ومزيانين وهما صحيين، راكم عارفين المنافع ديال اللوز ديال المشماش اللي فيه. وصافي غنخليها لنا ان شاء الله باذن الله تهبط ليه درجه الحراره شويه ان شاء الله باذن الله، ونرجع معكم ان شاء الله باش نوري لكم ان شاء الله، ونطحنوا بهذيك الطحانه ديال المطيشه ان شاء الله باذن الله. لاني ما عنديش الميكسور، انا غنحاول نطحنوا بهذيك الطحانه المتوسطه، وغنرجع معكم ان شاء الله باش تشوفوا ان شاء الله باذن الله. وان شاء الله باذن الله انا غنوري لكم. هذا هو الشكل ديال الكونفيتور ديالنا بعد ما هبطت ليه درجه الحراره كيف ما تلاحظوا، راجع غزال هي هكا تيبان ما شاء الله لا قوه الا بالله. اللي بغاه طرف ممكن يمعسوه ولا تخليوه هكذاك تمعسوه بمغرفه خشبيه ولا تميكسوه بالميكسور. هادو هما اللوزات اللي حيدت منه، غنعاود نغدوهم ان شاء الله باذن الله لما نطحنوا، ولا ما بغيتوش تغدوهم ما تغدوهمش ماشي ضروري، لكن انا تنفضل نغدوهم. هادو العظومه اللي حيدت منهم، لذلك ضروري تحسبوهم قبل ما تطحنوه باش الا تحيدوهم باش ما يضيعوا لكمش الماكينه. هذه الطحانه باش غنطحنوها ان شاء الله هي متوسطه، وهذه الرقيقه ديالها ممكن تستعملوها حتى هي، وممكن تستعملوا الكبيره منها. انا غنطحنوا بالمتوسطه ان شاء الله نرجع معكم. هذا هو الشكل ديال الكونفيتور ديالنا بعد ما طحناه. هانتوما تشوفوا التكستور ديالو، القوام ديالو ما شاء الله هو هذاك مطحون مزيان. وهذا هو الشكل اللي بغيتني انا فاش طحنته، هذا هو القوام اللي تعجبني انا، تيجي ما شاء الله. وهذه الطحانه رقيقه كاع، ماشي هو باش طحنته بتين نوريها لكم باش نزيد ناكد عليكم. الطحانه اللي غلظ من هذه ماشي هذه باش طحنته،
ممكن طحنوه حتى بهادي غيعذبكم شويه، ما غيخرجش منها بزاف. طحنتو بلي كبير عليها. هادو القراعي ديالنا معقمين ونقيين مغسولين ما فيهمش حتى قطيره د الماء. انا حاولت باش نجيب هاد القراعي الصغار، لان كيف ما قلت لكم غنخليه برا الثلاجه، ما غنديروش في الثلاجه، يعني غيبقى على برا الثلاجه وغيبقى ناعم ان شاء الله باذن الله بلا ما يخسر. هادو حبات اللوز اللي حيت قبل ما نطحنو غنغدوهم ليه وممكن ما تغدوهمش، هذا اختياري. وهادوك طبعا العظومه غترميوهم وممكن تحتفظوا بهم باش تخليو دوك اللوزات. راكم عارفين القيمه الغذائيه ديال الحبات ديال اللوز ديال المشماش غنيه عن التعريف. هي مزيان فيتامين، فيهم واحد الفيتامين مزيان للصحه. يعني تخلطوهم مع الكونفيتير تاكلوهم ولا تخليوهم كماده حافظه في الكونفيتير ديالنا تيبقاو. وصافي انا غنحاول نخلطو ان شاء الله ونعمر القراعي ديالنا ان شاء الله، ونوريكم كيفاش تنعقمهم ان شاء الله باذن الله، وطريقه الاحتفاظ بها باذن الله على طول العام. هذا هو الشكل ديال الكونفيتير ديالنا بعد ما عمرته في القراعي كيف ما تلاحظوا. هادو درت قراعات صغار كيف ما قلت لكم. انا حاولت درت قراعات صغار على حسب انني غنخليه برا الثلاجه وغنعقمهم ان شاء الله، وكيف ما قلت لكم غيضرب لي ان شاء الله اكثر من عام ان شاء الله بدون ما يضيع، الا بقى طبعا ولا تكال بالصحه والراحه. المهم انا درت قراعات صغار هكذا باش الا جبت شي قراعه ان شاء الله الا حليتها اون فوا تحلات غنستعملها في ظرف يومين 3 ايام خصها تسالى ولا كاع 4 ايام الماكسيموم. يعني نتوما ممكن تستعملوا القراعي الكبار كيف ما حطيتهم انا نوريهم لكم. مثلا ممكن تستعملوا دوك جوج قراعي كبار، هادو يهزوا لكم الكونتيتي كلها، وممكن تحطوهم على برا الثلاجه طبعا بعد ما يتعقموا بهذه الطريقه اللي غنوريكم ان شاء الله. ولا ما استعملتوهمش الا حليتوهم اون فوا حليتوهم ديروهم في الثلاجه. لذلك انا درتهم هكا صغار باش نستعملهم نساليهم دغيا ان شاء الله باذن الله. وغتحطوهم في الطنجره تكون كبر من هاد الطنجره ديال تكون غارقه، على الاقل ما يوصل نص ولا فايت النص شويه، ونغدوهم فوق البوطه بين ما يغلى الماء ان شاء الله. نحسب لهم بعد الغليان الماء 15 حتى 20 دقيقه يغلى الماء ان شاء الله، ونرجع معكم ان شاء الله بعد ما يغلى الماء وتعقموا لي القراع ان شاء الله باش نوريكم الشكل النهائي ديالهم ان شاء الله باذن الله، وتحتفظوا بهم مده عام واكثر ان شاء الله. هنا طبعا بعد ما غلى الماء وتعقموا لي القراع ان شاء الله، انتم تشوفوا الشكل النهائي ديالهم ما شاء الله لا قوه الا بالله. انا غنوريكم الشكل ديالو، هانتوما كيف ما تلاحظوا الشكل ديالو ما شاء الله غني عن التعريف، ومن الصورة تيبان ما شاء الله لا قوة الا بالله. ودوك حبات اللوز تيبانوا فيه، يعني ممكن حتى اللوز راه ما حارش ممكن تاكلوه مذاقو ما حارش، يعني واحد شويه د اللسعه تيخلي في التالي، لكن هو عرفتوا اللوز ديال المشماش بالله هو غني بواحد الفيتامين اللي صحي، وغني بواحد الفيتامين اللي مزيان للصحه. وان شاء الله يعجبكم، وطبعا الا عجبكم ما تنساوش اللايك والاشتراك طبعا في القناه والتشجيع ديالي باش نستمر في اعطاء المزيد ان شاء الله. ومشاهده طيبه وفي امان الله وبالصحه والراحه ان شاء الله. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. في امان الله، الى اللقاء.